الشيطان ليه أساليب كتيرة بيدخل بيها على الإنسان، وبيدخل بيها على الإنسان المؤمن والإنسان اللي مش مؤمن. يعني هو مش بيسيب حد. وعلشان تكون فاهم وواعي لازم تعرف إن الشيطان بيشوفنا من أماكن إحنا مش بنقدر نشوفه فيها. الشيطان عبارة عن طاقة ظلامية، طاقة هدامة، طاقة بتحاول تسلب الطاقة اللي فيك. يعني ايه تسلب الطاقة اللي فيك؟ يعني بدل ما تستخدم طاقتك في انك تعمل حاجات خير وحاجات مفيدة، تلاقي جسمك كسلان همدان، مش قادر تقوم بمكانك، مش عايز تعمل حاجة، خايف من المستقبل، حزين على اللي حصل، وتفضل دماغك تودي وتجيب. وهنا لما بتحصل العملية دي الجسم كله بيبدأ يتغير، فلما بيتغير بيبدأ يفرز زي ألوان محيطة بجسمك كده، فبينتبه ليها الشيطان، بينتبه لتغير درجة اللون اللي بتطلع منك، فيعرف ان انت دلوقتي في مشاعر سلبية، فيجي عليك يبدأ يرمي لك كلام. اغلب الكلام اللي بيترمي يا اما هيترمي على الولاد، يا اما هيترمي على الزوج ان هو هيخونك، او يا اما هيترمي على الفلوس، على الحاجات اللي احنا بنحبها اللي هي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن، وقال لنا ان الانسان بيحب المال والبنون وبيحب العقارات وبيحب الوظائف. كل الحاجات اللي انت بتحبها هتلاقي الشيطان هو عارف ان ده مدخلك، فهيتكلم معاك ويستنى ان انت تلقط اي حاجة من اللي هو بيتكلم فيها. طبعا انت مش هتشوفه، وهتعتقد انه انت اللي بتكلم نفسك، ويبدأ عقلك يلتقط الفكرة، ولما يلتقط الفكرة يبدأ يكبر 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 فيها لدرجة ان انت ممكن تقعد فيها شهور وسنين تفكر ان بكرة المستقبل هيكون وحش، بكرة مش هيحصل، مش هتلاقي فلوس، بكرة زوجك هيطلقك، بكرة ابنك هيفشل، بكرة مش عارفة مين هيموت. ويفضل الانسان بدل ما هو شاغل نفسه بذكر ربنا سبحانه وتعالى والاطمئنان بجوار ربنا سبحانه وتعالى، يبدأ يعيش مشاعر مشتتة، مشاعر من الخوف والقلق والحزن على اللي رايح واللي جاي واللي هيحصل. اذا مهم جدا لازم نفهم ان الشيطان دوره انه بياكل الطاقة اللي بتطلع منك. كل طاقة حزن بياكلها ويمصها من جسمك عشان يطلع حزن زيادة وزيادة وزيادة، ويتفتح العقل بحزن اكتر واكتر واكتر، وخوف اكتر واكتر واكتر. فهو بيبقى عارف كده ان هو لما يجي يتكلم معاك او يسوس لك في الحتة دي، هو انت عارف هو هيصطادك ازاي. فده اكله، ده اكل الشيطان. اكل الشيطان مش شرب وكلام زي كده، لا، اكل الشيطان هو طاقه، ان هو بيستغل ضعفك وبيستغل خوفك وبيبدا يشتغل عليك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القران الكريم، قال لك انه لما ينزغك الشيطان نزغا فاستعذ بالله. فانت عشان تفهم انت تستعذ بالله لازم تفهم هو بيشتغل لك على ايه. بيشتغل لك على افكار التخويف وافكار الحزن، ان انت او القنوط، ان انت تقنط خلص من رحمه ربنا، وان ربنا سبحانه وتعالى مش معاك ومش هيساعدك وكل الكلام ده. فتبدا انت كده اتحطيت تحت مين؟ اتحطيت تحت ضرس الشيطان، هيشتغل عليك بقى لغايه لما يخليك ان انت ما يبقاش في تواصل بينك وبين ربنا خالص. وربنا مش عايز كده، ربنا عايزنا دايما معاه وفي معيته عشان يقدر يحمينا من الحاجات اللي احنا مش شايفينها. عشان كده امرنا بالوضوء وامرنا بالصلاه وامرنا بالذكر، وامرنا انه لما يجي لك الشيطان او كذا لازم تكون واعي انه الكلام اللي بيتقال ما دام حز في نفسك او حسيت بمشاعر سلبيه يبقى هو ده الشيطان. يبقى انت لو مؤمن صحيح تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لك ربنا سبحانه وتعالى في القران كمان، قال لك ايه؟ قال لك ان الشيطان بيخوف اولياءه. يعني ايه؟ يعني هو بيبقى ليه بعض الناس كده سبحان الله بيشتغل عليهم، كل دوره ان هو يمتص الطاقات بتاعهم ويخليهم دايما دايما في الشعور سلبي وافكار سلبيه وتصرفات سلبيه. طيب انا اعمل ايه لو انا بحس بافكار سلبيه او بحس بشعور سلبي او كذا؟ كل حاجه في الدنيا محتاجه تحويل، ترانسفورميشن، يعني تحويل. يعني كل حاجه بتجيلك بمشاعر سلبيه وافكار سلبيه لازم تحولها لحاجه ايجابيه. يعني لازم تحولها، الطاقه ما بتتبددش ولكن بتتبدل. يعني ايه؟ يعني انا عندي مشاعر سلبيه او كذا، لا اقوم اصلي، لا اذكر ربنا، لا انزل اعمل رياضه، لا اكتب في الدايري بتاعي او مثلا في مذكراتي انه حصل معايا النهارده كذا كذا. لازم اعمل، لا ادي حب زياده، ادي حب لنفسي زياده، لا انا بحب نفسي، لا انا بحب ربنا، لا الدنيا هتكون كويسه. مش معنى كده انك تخوض حرب بينك وبين نفسك ان انت تواجه الشيطان وكذا، لا، ولكن تكون عارفه، لان المصادمه مع الشيطان بتزود طاقته وسيطرته عليك. فلازم انت تكون فاهم وواعي ومدرك انه لو كل ما حاربت كل ما انت بقيت تحت سيطرته اكتر. ولكن المفروض ان انت تحول الطاقه دي وتفهمها انها جزء من الكون وجزء من الحياه، مش هيتغير بمحاربتك ليها، ولكن هيتغير بالاستعانه بربنا سبحانه وتعالى ان هو يحميك من هذه الطاقه. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك، قال لك ان انت ما تخافش وما تحزنش، وده اساسي وخاصه للسيدات.
لانهم عندهم المشاعر مرتفعة وبيتأثروا بالكلام. فمهم جدا ان انت تنتبهي لاي كلمة بتجيلك او اي وسوسة بتوصلك، تحاولي تحوليها وتستعيذي بربنا سبحانه وتعالى. ونفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة البقرة ايه؟ قال لنا ان هو هيبلونا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فلازم نفهم انه حتى اي شيء بيوصل لنا او اي حاجة بتحصل لنا هي مقدرة من عند رب العالمين. فلازم نحمد ربنا على كل شيء ونرضى بكل شيء، وما نفتحش باب الشيطان انه يدخل لينا ويبدأ يوسوس لنا فنقنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ونبعد عنه، بدل ما نتوضى ونصلي ونقرب منه وندعي له ونقول له يا رب اصرف عنا السوء برحمتك. ده فيديو بسيط عن ازاي تتعامل مع نزغ الشيطان. بتمنى لكم كل السعادة. نادينا اللوسي. باي باي.